السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وأصدقائي ومتابعيني الكرام المحترمين اللي دايما واقفين معايا واللي دايما بيشاهدوا لي الفيديوهات أيا كان الموضوع اللي بتكلم فيه، مش شرط مواضيع معينة. يمكن في ناس كتيرة ما شافتش الفيديو بتاعي الأخير اللي هو قبل ده مباشرة، عايزك تشوفه، لأن أنا اتكلمت في نقطة جدا مهمة وممكن ما يكونش حد اتكلم فيها كتير، لكن أنا قلت أقولها ورزقي على الله. وفعلا زي ما بنقول دايما إن الرزق على الله مش على العبد. عمر العبد ما كان هو السبب الرئيسي في وجود الرزق عندك. انت اخلص النية للرب العباد وهو هيديلك من حيث لا تحتسب. اتمنى قبل ما تشوف الفيديو دوت ترجع وتشوف الفيديو اللي قبل بالظبط وتوصل للمنطقة اللي انا حابب اوصلها لك، لانك انت فعلا ما وصلت لهاش. قصتي النهاردة قصة حقيقية انا طلبتها من ربنا. طلبت من ربنا ان انا ادخل الشهر دوت وانا متسامح مع الناس، معتذر لكل واحد كنت سبب في ايذائه سواء كان نفسي او معنوي، عشان اكون بداية جديدة في شهر بنطلب فيه اي حاجة احنا محتاجينها، ومن ضمنها الرزق وان هو يوسع رزقنا. يمكن العدد القليل اللي وصل للنقطة اللي أنا عايزكم توصلوا لها ساعدني كتير في إن أنا أكون سعيد النهاردة في أول يوم من شهر رمضان اللي هو فعلا 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 من أفضل الشهور عند رب العباد. عشان كده فرصة وجات لك لغاية عندك. يا بني آدم اصحى من نومك، يا بني آدمة اصحي من الغفلة اللي انت فيها. مستنية ايه؟ 30 يوم اعبدي فيهم ربك او اعبد فيه ربك، هتلاقي حاجات كتيرة. انا لما طلبت الاعتذار من الناس ما كانش تقليل مني او من شأني، بالعكس انا كنت واثق في الله عز وجل ان هو هيفتح لي ابواب كتير. وبالفعل أنا لما صحيت من النوم النهاردة بعد ما صليت الفجر ونمت شوية، صحيت على تليفون: يا أبو مشين تعال عايزينك. يا ربي عايزيني في إيه؟ يا عم خير ما تخافش، أنت خايف ليه؟ ده خير ربنا بعتهولك بمناسبة الشهر دوت. ربنا استجاب لدعواتك خلال الأيام اللي فاتت وعايز يفرحك وعايز يسعدك. تعالى ما تقلقش. وفعلا رحت ولقيت خير، لقيت خير لأن أنا نويت الخير قبل كده، ما نويتش لحد الشر. اعمل الخير هتلاقيه، عمرك ما هتعمل خير وتلاقيه شر. لازم تلاقي الخير لانك انت حابب الخير دوت، حابب الخير للناس. لما دخلت في مشكلة حلمية وزاهية داوود اتهاجمت كتير واتثبت كتير واتشتمت كتير، لكن قلت لا. انا قلت كلمة بما يرضي الله هتحاسب عليها عند رب العباد الذي لا يغفل ولا ينام. هو هيجيب لي حقي، هو هيجازيني على قد كلامي في المشكلة ديت. ما تأثرتش بكلام الناس اللي شتمتني واللي سبتني واللي قذفتني واللي طلعوا عملوا عليا فيديوهات. واللي اتكلموا عني في الكومنتات في قنوات سمحت ليهم ان هم يسبوني ويشتموني، وكانوا في نفس الوقت عاملين نفسهم حبايبي. الناس ديت اتكشفت، الناس دي ربنا كشف سترهم، وهم دلوقتي
اللي بيدوروا ازاي يبعدوا الناس عنهم، ازاي يبعدوا شكوك الناس عنهم بأكاذيب وافتراءات على ناس تانية. عشان كده بقول لك لو سمعت الفيديو اللي قبل ده هتحس بكلامي. ليه دايما بنقول اعمل الخير وارميه في البحر؟ عشان هيطلع لك رزق انت مش عامل حسابك عليه. بس اهم حاجة تكون بنية صافية. عايز اقول للناس اللي بتشتم وبتتشتم عشان الفلوس، انتوا فين؟ انتوا فين من ضميركم؟ فين من الشهر ده؟ فين من الخير اللي ربنا هيبعتهولك في الشهر دوت لو انت استقبلته زي ما انا استقبلته بالظبط؟ صدقوني هتكسبوا كتير اكتر من المشاهدات اللي انتوا بتسعوا ليها وبتنزلوا من نفسكم عشانها، وبتتكلموا بحاجات ما ترضيش ربنا وما بترضكش انت ذات نفسك، لكن انت وحلت نفسك بذات نفسك في بئر الشر والحقد والغل والغيبة والنميمة، وإظهار الحق باطل وإظهار الباطل حق. ونسيت في يوم من الأيام إنك أنت هتتحاسب على كل كلمة اتقالت في قناتك، أو على كل كومنت أساء لغيرك في قناتك، وعلى كل منصة أنت بتطلعها عشان تسب الغير وتسب في بلدك وتسب في ولاد بلدك. فينك انت من الشهر ده؟ اياك انك انت تفوت الفرصة وما تراجعش نفسك وتقول انا كنت فين؟ كان عقلي فين يوم ما شتمت فلان وشتمت فلانة؟ كان عقلي فين يوم ما تسببت في فرقة اخوات او عيلة او صديق؟ كان عقلي فين؟ الكلام دوت هل انا ارضيه على نفسي زي ما رضيته على غيري؟ النقطة اللي حابب ان انا اقولها لكم النهاردة ان فعلا ازرع خير تحصد خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.